لسلامة ديننا ومعتقدنا الصحيح هو أن نترك الكفار، هو أن نترك الميل إليهم، أن نترك تلكم الحضارات، وأن نترك تلكم التقاليد التي جاءتنا منهم. يا أمة الإسلام، أنت اليوم في بلاد الإسلام، في بلاد الإيمان، تتعجب من بعض المسلمين، ممن يتكلمون بألسنتنا ولهم جلود كجلدتنا، عاشوا بين أواسطنا، ترعرعوا في يمننا، هم يمنيون، إلا أنهم أصبحوا ممن يحاربون الإسلام وممن ينشرون بين المسلمين ثقافة الإلحاد، ثقافة إنكار الله تبارك وتعالى. أنا وأنت لا نعجب إذا رأينا الكفار، إذا رأينا اليهود والنصارى ينكرون وجود الله ربنا، بل نعجب ممن هم من أبناء جلدتنا، كذاك السفيه الزنديق الكافر المرتد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزواله. علي البخيتي قاتله الله، فعلي البخيتي ينكر وجود الله، بل يتحدى الله. إلى أي حال وصلنا؟ يتحدى الله، يتحدى عذاب الله. ما هذا البلاء؟ وللأسف أن تجد من أبناء المسلمين ممن يتابعون هذه الأخبار وممن يغترون بهذه الأقوال، سواء من علي البخيتي الذي أنكر كما سمعتم وجود الله، وأنكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرف شيئا من القرآن، ووصل به الحال كما سمعتم إلى هذا الحال. وتوكل كرمان هي الأخرى التي أصبحت تنال من ديننا وتسخر من علمائنا وتسب صحيح البخاري ومسلم، وأصبحت تقول أنه ليس من العدل دخول بقية العالم غير المسلمين النار، وأمور عظيمة نسمعها يخشعر لها البدن وتدمع لها العين. هذه أمور وغيرها كثير مما تجعلنا نخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى شبابنا وعلى أجيالنا القادمة من هذه الأفكار الهدامة، أفكار الإلحاد، أفكار إنكار الرب، إنكار وجود الرب تبارك وتعالى. أسأل الله القوي الجبار العزيز القهار أن ينتقم من هؤلاء الأشرار. اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك. هذا ظننا بالله وهذا إيماننا بالله، أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض، إنما هو ربنا تبارك وتعالى يملي لهؤلاء، يملي لهم ليزدادوا إثما، ويملي لهم ليزدادوا سوءا، وإلا سيأتي اليوم الذي نسمع فيه هلاك هؤلاء الكفار الزنادقة الأشرار. كما أسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا إسلامنا، اللهم احفظ لنا توحيدنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.